السلام عليكم يا شباب، استكمالا لفيديو بايثون اللي نزلناه من سنة تقريبا وكان في ظروف احسن من دي بكتير. هنبدأ ان احنا ناخد يعتبر كل الاساسيات في فيديو النهاردة. والفيديو ده طبعا هيكون كتابة اكواد بشكل مباشر وهنفهم كل كود بيعمل ايه. فقبل ما نبدأ اتأكد انك سبت اللايك بتاعك وعملت اشتراك وفعلت الجرس اللي جنب الاشتراك. فخلينا نبدأ في فيديو النهاردة على طول، وزي ما قلت كده ان الاهم انك تدعي لي عد الفترة دي على خير. طيب، اول كود عندنا هو الكود المعروف. احنا بنبدأ طبعا ببرنت، تمام. بعد كده بنفتح الاقواس بتاعتنا، بعد كده بنحط الكوتيشن مارك عشان طبعا نعرف ان احنا بنكتب نص وان انت هتطبع نص، تمام. هنكتب احمد، مش هنكتب طبعا هالو وورد، تمام. بعد كده بنعمل رن من هنا، رن بايثون فايل. بعد كده المفروض بيظهر لك في التيرمينال تحت هنا احمد او الحاجه اللي انت طبعتها، تمام. طيب انا لو كتبت هنا مثلا 5، تمام، فهو يطبع 5. مفيش اي مشاكل برضو، ولكن هو طبع ال5 هنا. مش ان هي رقم، لا هو طبعها ان هي نص. طب لو عايز اطبعها ان هي رقم من غير طبعا الكوتيشن مارك، هيبدأ يطبعها لي ان هي رقم. يعني فرق بين دي وبين دي ان دي طبعا نص ودي رقم. طب ايه اللي يثبت الكلام ده؟ ان انا لو قلت 5 زائد 5 وقلت له برنت هيديني الناتج بتاعهم 10، تمام. طب لو قلت مثلا 5 في 5، تمام، هيديني الناتج بتاعهم 25. طب لو قلت مثلا 10 ناقص 5، تمام، هيديني المفروض 5، تمام. طب لو قلت مثلا 5 ناقص 10، المفروض كان طلعها بالسالب في الأغلب. اه بالظبط، دي اللي بالسالب، تمام. أنا كنت أدبي طبعا، مش عارف السالب بيطلع بيطلع ازاي، بس هي في الأغلب إن احنا بننقص 10 من ال5 فبيطلع -5، تمام، ما علينا. طبعا ده المهم معانا في موضوع كتابة أول كود أو اللي هو برنت. او برنت هتكمل معانا يعني، ولكن دي البدايه ان احنا بنفرق ما بين ان احنا بنكتب رقم وبنكتب نص، تمام. طيب انا عندي حاجه تاني هنا حابين نتكلم فيها سريعا، واللي هي لو انا كتبت مثلا هنا برنت، تمام، كتبت احمد، تمام، وبعد كده نزلت تاني هنا، هناخد دي كوبي، تمام، ونزلنا عملنا لها بيست وكتبنا هنا احمد الجرحي، تمام. فعملنا طبعا برنت هيطبعها لي على سطرين. طب انا لو عايز اخليها على سطر واحد، تمام، بروح هنا وبعمل باك سلاش ان، تمام، وببدأ اكتب الجرحي، فهو المفروض هيطبعها لي على سطرين، يعني دي نفس نتيجة دي، تمام. فبرضو اتعلمنا الخطوة دي. طيب عندي حاجة تاني برضو بنعملها، وهي هنبدأ نتكلم فيها عن التعليقات، تمام. طب انا مثلا لو كنت كاتب نفس ال الكود ده، تمام، وجيت طبعا رحت عملت له كنترول A ورحت عملت كنترول وحرف الظهر، تمام، هيعلق طبعا الكود ده. طيب لو رحنا عملنا مثلا علامة الهاش، تمام، فهو بيبدأ ان هو برضو يعلق لي السطر ده، تمام. طيب هنبدأ نتعرف على المتغيرات سريعا، ودي اللي عرفناها في الفيديو اللي فات، ولكن نعيد عليها سريعا مفيش مشاكل. لو انا قلت له نيم، تمام، هل كده هو عارف كلمة نيم دي بتعبر عن ايه؟ لا. قلت له تساوي، فهنا انا بقول له في مكان عايزك تحجزه لي في الذاكرة، تمام، باسم نيم، هخزن فيه قيمة معينة. القيمة دي هنخليها احمد، تمام. طيب انا عندي برضو ممكن نكتب ايج، تمام. هو هنا فاهم الايدج بتاعتي؟ لا، لما اقول له يساوي واقول له مثلا 21، تمام، فهو هنا عارف ان الايدج قيمتها رقم اسمه 21. طب لو قلت له سالري وبعد كده كتبنا مثلا يساوي وبعد كده كتبنا 300 او 3000، 3750، تمام. فاحنا عرفنا ان السالري 3750، تمام. بعد كده كتبنا مثلا قلنا له برنت، بعد كده فتحنا الاقواس بتاعتنا، وبعد كده قلنا له مثلا اطبع لنا نيم، تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيطبع لي احمد، تمام. طب لو قلت له مثلا برنت، بعد كده فتحنا الاقواس بتاعتنا، تمام، وكتبنا سالري وعملنا له رن، هيطبع احمد و3750. طب لو نزلنا تاني وكتبنا برنت وفتحنا الاقواس بتاعتنا وكتبنا age هي اللي فاضله عندنا،
وعملنا له رن، هيطبع لي طبعا الثلاث قيم بتاعه المتغيرات اللي عندي. تمام. طيب في حاجه تاني ممكن نعملها، ان احنا لو عايزين نعرف طبعا ده كده المتغيرات بشكل سريع. طب مثلا لو حابين نكتبها كلها على سطر واحد، مفيش مشاكل في ده، بنديله سيمي كولن بين المتغيرات بتاعتنا. تمام. يعني الموضوع بسيط خالص. تمام. ولو عملنا له برنت هيطبع برضو نفس القيم بدون اي مشاكل، ولكن الفرق ان احنا كتبناها على سطر واحد ادينا له سيمي كولن في النص. طيب انا عندي حاجه تاني برضو، هي لو انا عايز اطبع بعد ما عرفتهم، تمام، عايز اطبع التايب بتاع المتغير. التايب اللي هو ايه؟ يعني انا هنا عندي احمد مثلا هيكون string str. طيب الايدج هيكون اي ان تي اللي هو انتجر. تمام. طب مثلا لو السالري هنا هيكون انتجر برضو، ولكن احنا عايزين برضو نعمل ايه لو ادينا له مثلا كسور. تمام. فالمفروض ان هو يطبعه فلوت. تمام. طيب بنكتبها ازاي؟ برنت زي ما هي مفيش مشاكل، ولكن بنبدأ ان احنا نضيف قوس تاني. تمام. وبنكتب له طيب. تمام. طيب بعد كده انا فتحت قوس وكتبت طيب. ايه المشكله اللي ظاهره عندي؟ ان هنا بيقول لك في المشكله في القوس ده، انت ما قفلتش القوس ده، انت كده انت قافل القوس بتاع نيم. فبتبدا ان انت تقفل القوس اللي انت فتحته، لازم اي قوس تفتحه لازم تقفله. تمام. طيب بنبدا ان احنا ناخد دي كده كوبي. تمام. عشان نسرع شغلنا شويه. تمام. نبدا ان احنا ناخد القوس ده وكوبي برضو، ونبدا ان احنا نقفل بيه الدنيا دي. تمام. وبعد كده بنعمل له رن، هيطبع لي هنا القيم بتاعتي. بيقول لي هنا كلاس طبعا، اول واحد اللي هو string name، التاني فلوت طبعا السالري عشان فيه كسر هنا ضفناه. تمام. وهنا بيقول لي انت اللي هو الايدج. طبعا لو شلت الكسر ده كده هيطلع لي ايه؟ رقم صحيح. فمش هيطلع فلوت، هيطلع انتجر وسترينج. تمام. فده كده سريعا الجزئية دي اتكلمنا فيها. تمام. طيب تحويل من متغير نصي لمتغير رقمي، يعني انا مثلا بقول له ايه؟ ان حرف مثلا ايه يساوي وبعد كده حطينا عايزين نعمل متغير نصي. تمام. بعد كده هنحول رقمي. فانا الخمسة هنا زي ما اتفقنا من اول خالص ومن اول فيديو ان كده الخمسة دي نص مش رقم. تمام. بعد كده مثلا قلنا له بي يساوي هنحول ازاي؟ هنكتب انت. تمام. بعد كده هنكتب اللي احنا عايزين نحوله اللي هو ايه في الحالة بتاعتنا اللي هو حرف الاي. تمام. طيب بعد كده هننزل تحت. تمام. انا بدوس على شيفت وانتر لان انا متعود على على الفوتوشوب دايما بندوس شيفت وانتر عشان ننزل لتحت. ما علينا. المهم، وفي الانديزاين برضه لو سمعتش فيديو الانديزاين فايته كتير. طيب برنت ده هنا انا بحول عشان بس لو تهتوا مني شويه، حرف الاي عندنا هنا متعرف ان هو بقيمه نصيه رقمها 5. حرف البي بنخليه طبعا هنحول القيمه النصيه دي اللي هي حرف الاي هنخليها انت. تمام. هنبدا ان احنا نطبع طبعا، نفتح طبعا الاقواس بتاعتنا، نبدا ان احنا نكتب A، بعد كده فاصله، بعد كده B، بعد كده هنكتب طيب عشان يطلع لنا النوع. تمام. بعد كده هنكتب التايب بتاع A بتاع ال A. تمام. المفروض نكتب B هنا، B ما كتبناش. تمام. بعد كده فاصله، والتايب بتاع ال A. تمام. بعد كده فاصله، وعايزين التايب بتاع ايه تاني؟ بتاع البي. تمام. تمام. بنكتب تايب، بعد كده القوسين بتوعنا وبنكتب البي. تمام. طيب هو المفروض هنا يديني نتيجة ايه؟ بيديني طبعا النتيجة بالتالي، بيقول لي ان هنا ال A يساوي 5 وال B يساوي 5، ولكن عندك ال A ده str وال B هو integer. تمام. فهمتوا الليلة مشيت ازاي؟ يعني انا عندي هنا ده ال A معرفه ان هو 5 وظهر لي تحت ان هو 5. تمام. تمام. عندي ال B معرفه برضو ان هو بيساوي A، ولكن هنا لو شلنا الانت دي، تمام، لو شلنا الانت دي اللي هيحصل هيطبع لي ان ده string وده string، ولكن لو رجعناها تاني لو رجعنا التحويلة بتاعتنا تاني هيطلع لي string integer. تمام.
فهمتوا الفكرة بتاعت التحويل ماشية ازاي؟ فدي بس فكرة التحويل بكل بساطة. طب التحويل من متغير رقمي لنصي هيكون نفس الموضوع، ولكن احنا هنعكس بس مش اكتر. تمام. طب التحويل من متغير منطقي الى متغير رقمي، دي مثلا خلينا ناخد مثال عليها. لو كتبت له x يساوي true، تمام، بعد كده تاني بدوس على shift وانتر. طيب x يساوي true، وبعد كده مثلا لو كتبنا له ان الرقم او النم يساوي int، تمام، بعد كده رحنا عملنا القوسين. احنا بنغير من منطقي لرقمي، المنطقي اللي هو true false. تمام. تمام. طب لو عايزين نحول النص عادي هنكتب هنا str عشان بس الفكرة تكون واحدة بالنسبة لكم. تمام، يعني هي تمام، ولكن احنا بس بناخد فكرة وبنقيس عليها. طيب ورحنا كتبنا هنا اللي احنا عايزين نغيره، اللي احنا عايزين نغيره هو ايه؟ الاكس. تمام. طيب بعد كده نزلنا تحت كتبنا print. تمام. طيب بعد ما كتبنا print هنعمل نفس الموضوع، هنكتب هنا x، تمام، المتغيرات اللي عندنا. بعد كده هنكتب num اللي احنا عرفناهم. بعد كده هنكتب type، تمام. بعد كده هنفتح الاقواس بتاعتنا. بعد كده هنكتب ايه هنا؟ هنكتب x، تمام. يعني برضو يا ريت الناس تكون بتتفاعل ورا الفيديو وبتفكر احنا هنكتب ايه. بعد كده هنكتب ايه تاني؟ هنكتب type، تمام. بعد كده هنفتح الاقواس بتاعتنا. بعد كده هنكتب المتغير التاني، تمام. طيب مفيش اي مشاكل معانا احنا ولا ايرور من اول الفيديو. تمام. هيظهر معايا طبعا ايه هنا true، تمام، وهنا بيقول لي ان ده اللي هو بولين، تمام، او اللي هو طبعا اللي هو المتغير المنطقي، تمام. وهنا يظهر لي طبعا انت بعد ما تحول. تمام. طيب ما علينا من الكلام ده كله في موضوع التحويل، كده اتشرح بشكل كامل وجيسوا بيه برضو على كل المتغيرات في تحويلها. تمام. فده كده شرح المتغيرات بتحويلها. طيب هنبدأ نتكلم على مثال سريع طبعا في معاملة تخصيص، اللي هو طبعا لو انا قلت لك ان حرف ال A يساوي 10 وعندي حرف ال B يساوي، خلينا نقول ان هو 5، وبعد كده قلت لك ان مثلا برنت، وفتحنا الاقواس بتاعتنا وكتبنا A زائد B وعملنا run، هيطبع لي 15. ليه؟ لان ال A واخده قيمه 10 وال B واخده قيمه 5 واخدين قيم رقميه، فيبدا ان هو يطلع لي مجموعهم. طب لو انا عملت حركه احسن، تمام، قلت له اطبع لي مثلا حرف ال B بس، ولكن انا جيت في حرف ال B قلت له 5 زائد A، تمام، وبرضو عملت run، هيبدأ يطبع لي برضو 15. فدي زي دي. كل الموضوع ان انت ال A بالنسبة لبايثون هي رقم، تمام، هو متغير ولكن متخزن فيه قيمة رقمية، هو بيتعامل معايا كقيمة رقمية. تمام. طيب انا عندي برضو في لو مثلا كتبت حرف ال A او خلينا C يساوي 1، بعد كده قلت له C بلس يساوي مثلا 9، تمام، المفروض يطلع لي ايه؟ وبعد كده قلت له print C، تمام، وفتحنا الاقواس بتاعتنا وعملنا C، هيطبع لي 10. طيب ايه اللي حصل هنا؟ ان السي في الاول عرفناها ان هي بتساوي 1، فانا زودت عليها 9، تمام. طب الشكل ده C بلس يساوي 9 هي C يساوي، طبعا C اللي هي بواحد، تمام، تساوي C زائد 9، ولكن هنا متفصلة وأوضح. تمام. وعملنا لها رن هيطلع لي برضو 10. دي كلها أشكال للكتابة طبعا، أو التعبيرات الحسابية. تمام، التعبيرات الحسابية. طيب أنا عندي برضو في مثال تاني ممكن نكتبه. لو كتبت مثلا str، أو هو مش هيكتب str لأن دي كلمة محجوزة. تمام، فهو لو أنا كتبتها كده مش هينفع إن أنا استخدمها في الكود. تمام. طيب لو كتبت مثلا ماي، وبعد كده كتبت str
تمام، هو هنا هيسمح بدي عادي، هتساوي، وكتبت هنا احمد، تمام. وبعد كده نزلت قلت له ماي، كتبت str، وبعد كده قلت له بلس، وكمان يساوي، وفتحت كوتيشن مارك، وحطيت فيها مسافة كده ملهاش اي لازمة، تمام. ونزلت سطر تاني، وبعد كده قلت له ماي str، هو خلاص حفظ انا عايز اكتب ايه. قلت له بلس ويساوي. انا هنا ليه بكتب بلس ويساوي؟ لان انا لو ما كتبتش بلس المفروض انت اديتها قيمة، هتساويها بايه تاني؟ هتديها قيمتين، مش هينفع ان انت تدي المتغير الواحد قيمتين، تمام. عشان كده بكتب بلس وبعد كده يساوي، وبعد كده بديله الكوتيشن مارك بتاعتي، تمام. وهنا كتبت الجرحي، تمام. طيب، وبعد كده انت عايز ايه من الكود طبعا اللي انت بتكتبه، تمام. انا عايز اعمل برنت ل my str اللي احنا عاملين نتكلم عليها من بدري. المفروض هيطبع ايه؟ هيطبع احمد، وهيطبع المسافة دي وبعديها الجرحي، تمام. هنبدأ ان احنا نطبع، وطبع لي طبعا احمد وبعد كده المسافة وبعد كده الجرحي، تمام. طيب، بالنسبة للمقارنة، وهي طبعا العلامات اللي احنا هنتكلم عليها كتير في طبعا باقي الشرح بتاعنا ان شاء الله. انا مثلا لو قلت له x يساوي 10، تمام. وبدأت ان انا تحت اقول له برنت، تمام. وفتحت الاقواس بتاعتي x يساوي، تمام. وهنفهم يعني ايه يساوي 10. يعني الكلام ده، يعني انا بقول له ان الاكس متخزن فيها قيمة رقمية بتساوي 10، فبقول له اطبع لي تحت هل اكس بتساوي 10 فعلا. يعني اللي يساوي لوحديها الاولى هي اسناد قيمة لمتغير، انت بتعرف متغير اكس في قيمة بتساوي 10، ولكن هنا تعتبر للمقارنة ان هل اكس تساوي 10، تمام. يعني انا كنت احفظها بصيغة تاني مختلفة، تمام، ولكن ده يعني حاجة تبع هنا وتبع تفكيري. ان اللي يساوي الاولى هي هل، تمام، هي نعتبرها ان هي كلمة هل، واللي يساوي التانية اللي هي يساوي فعلا الرقم. يعني اكس هل تساوي 10، فبنبدأ ان احنا نعمل له run، بيطلع لي true، تمام. طيب، لو كتبت مثلا 11، المفروض يطلع لي false، لان انت بتقول له هل تساوي 11؟ لا، هي الاكس بتساوي 10، انا معرفه كده من الاول، تمام. طيب، لو قلت له لا تساوي، ولا تساوي بنكتبها كده، تمام، علامة التعجب، بعد كده يساوي، بعد كده قلت له run، هيطلع لي true. طب ليه true؟ لان انا معرف ان الاكس تساوي 10، فاي رقم تاني هيتكتب هنا غير العشرة هيطلع true، لان انا كاتب هنا ان x لا تساوي 11، صح، هي لا تساوي 11، هي تساوي 10. طب لو كتبت له 10 المفروض يطلع لي false، لان هي فعلا تساوي 10، تمام. طيب، هنبدأ نتكلم عن العلامات اللي هي بتاعت اكبر من واصغر من، ودي اكتر حاجة بتلخبطني في الدنيا. طيب، اكبر من اللي هي طبعا اكبر من اللي هي دي، تمام، اللي هي حرف الجيم، تمام. طيب، هي كده المفروض دي اقل من، تمام. طب خلينا في اقل من الاول. لما انا طبعا حولت الكيبورد عربي، تمام، وبندوس على حرف الجيم فبيديك ان هي اقل من، ولكن لو كتبت حرف الدال هنا هتديك اكبر من، تمام. تمام. مع ان يعني على الكيبورد عكس، بس ايا كان يعني دي مش مشكلتنا. طيب، انا هنا بقول له ان الاكس تساوي 10، الاكس هنا هل الاكس اقل من 10؟ فالمفروض يقول لي فولس، لا، دي هي الاكس تساوي 10. طيب، هل هنا الاكس اكبر من 10؟ هيديني فولس برضو، لان هي تساوي 10، هي ولا اقل منها ولا اكبر من، تمام. طب لو كتبت هنا واحد، تمام، وعملت له رن، هيقول لي طبعا true، لان الاكس، ودي طبعا العلامة بتاعت اللي وشها على الشمال، تمام، دي بتكون اكبر من،
تمام. فالاكس اكبر من العشرة اكبر من الواحد. تمام. طب لو عكسناها، تمام، هل الواحد اكبر من العشرة؟ اكيد لا. تمام. فده بالنسبة للعلامات. طيب لو كتبنا دي 10 تاني وكتبنا هنا اللي وشها على اليمين هي الأقل من، وكتبنا أقل من أو يساوي. تمام. يعني يا ده يا ده، يا أقل يا إما تساوي. لا، هي تساوي، فالترو طالع على اللي يساوي. تمام. طب لو كتبنا مثلا أكبر من أو تساوي، فهيطلع طبعا ترو لأن هي تساوي. تمام. طيب فاحنا كده خدنا كل العلامات. تمام. وناخد بالنا من الاكبر من والاصغر من، لان انا حتى الان، حتى تصوير الفيديو في اللحظه دي انا بتلخبط ما بينهم برضو من ابتدائي. فخلينا طبعا ندخل على الخطوه اللي بعديها. وبالمناسبه برضو احنا عندنا المعاملات المنطقيه اللي هي true 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 false 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 true false 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 false. تمام. دي مع and. تمام. مع and. طيب مع or، يعني خلي بالكم في and انا طبعا حافظها ازاي، ان true true خلاص هتديك true. true مع false هتديك false، يعني false اتحطت في الموضوع فهتديك false. تمام. طب or، true or true يعني true. true or false هتديك true برضو. يعني هنا false لما بتدخل مع true بتديني true برضو. تمام. ايا كان. وكده كده false مع false تساوي false. تمام. دي في الموضوع بتاع or. تمام. طيب not false يعني true، not true يعني false. تمام. فكده الموضوع سهل، اكتبوها كده وفي جدول ممكن احطه لكم او ممكن تبحثوا عليها، دي منتشرة جدا. فدي بالنسبة طبعا لشرح الجزئية دي لانه مهم وبنعتمد عليه طبعا في كتابة كل الاكواد، او مش كل الاكواد، يعني بنعتمد عليه كتير في كتابة اكواد بايثون. طيب هنبدأ نتكلم سريعا عن ترتيب العمليات الحسابية في بايثون وفق قاعدة الأولوية. بيتم كالآتي: إن إحنا عندنا الأقواس من الداخل للخارج، بعد كده الأس، بعد كده الضرب والجسمة، بعد كده الجمع والطرح. وسريعا برضو حابب أكد على مش عارف أكدت عليه في الأول ولا لأ وأنا بتكلم، ولكن أنا عندي سنجل كوتيشن وعندي الدبل كوتيشن في بايثون، هي مش حساسة للموضوع ده. يعني لما أكتب مثلا برنت، تمام، عشان يكون برضو الموضوع ده واضح بالنسبة لكم، بعد كده افتح اقواس، بعد كده اضيف عندي الدبل كوتيشن واكتب احمد. تمام. بعد كده هنعمل كنترول ايه، كنترول في. تمام. بعد كده هننزل هنا نكتب بدل الدبل كوتيشن دول، تمام، او خلينا نحذف كل ده، هنكتب سنجل كوتيشن وهنكتب احمد برضو. تمام. بعد كده هنعمل برنت، هيطبع هنا احمد وهنا احمد، يعني دي هي دي الدبل هي السنجل. تختلف لو في علامات تنصيص في الكلمة نفسها اللي انا بكتبها داخل الاقواس بتاعت برنت. تمام. هنبدأ نتكلم على موضوع مهم وهو طبعا المتغيرات، ولكن بشكل مختلف. احنا طبعا من اول الفيديو بنكتب نيم، بعد كده بنقول له يساوي، بعد كده بنفتح طبعا كوتيشن مارك، بعد كده بنديله القيمة النصية اللي هنكتبها في النيم او القيمة الرقمية او ايا كان. تمام. فانا هنا اللي اديت القيمة بتاعة النيم واديتها طبعا القيمة النصية اللي هي احمد. تمام. طيب هل كل اللي هيستخدموا البرنامج اسمهم احمد؟ اكيد لا. فانا هنا عايز كل واحد يكتب اسمه، فانا هنا عايز برضو ان انا المتغير اللي اسمه نيم، المستخدم اللي يديله القيمة حسب المستخدم هو عايز يديله قيمة ايه. تمام. طيب احنا بنعمل الموضوع ده ازاي؟ بنبدأ ان احنا ندخل القيمة من المستخدم او ناخد القيمة من المستخدم. طيب لو عايزين ندخل اي حاجة للكمبيوتر بنقول له ايه؟ بنقول له input. تمام. تمام. طيب هل بنكتب input وبس؟ لا، بنفتح اقواس. تمام. عشان نبدأ ان احنا نعرف المستخدم هي input ايه. تمام. تمام. بنبدأ ان احنا نحط الكوتيشن مارك بتاعتنا، وبنبدأ مثلا ان احنا نقول له بليز، وبعد كده بنحط فاصلة عشان ننظم الدنيا، نقول له enter، بعد كده بنقول له your number او enter your name. تمام. تمام. طيب انت هنا هتاخد الاسم من المستخدم. تمام. هو هيكتب لك احمد. طب وماذا بعد؟ ايه اللي هيحصل؟ طيب احنا عايزين البرنامج يعمل حاجة تاني، عايزين نقول له print، وبعد كده نفتح اقواس،
هنكتب هنا، نعمل كوتيشن مارك ونقول له مثلا ويلكم. تمام. ويلكم هتكون زائد ايه؟ زائد النيم. تمام. تمام. فايه اللي هيحصل هنا؟ خلينا اشرح لكم الموضوع ماشي ازاي. انا عندي النيم هو مكان فاضي محجوز في الذاكرة. تمام. هيبدأ المستخدم ينبوت او يدخل فيه الاسم بتاعه. عارف منين ان هو يدخل الاسم؟ لما انا كتبت له رسالة هنا بتقول له بليز انتر يور نيم. تمام. طيب بعد ما المستخدم دخل اسمه في النيم والنيم اصبح يساوي اسم المستخدم، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هنبرنت كلمة ويلكم. تمام. هل هنطبع ويلكم بس؟ لا، هنقول له زائد اسم المستخدم اللي هو دخله. تمام. تمام. فكده الموضوع سهل معانا. هنبدأ ان احنا نعمل رن للكود ده. هنا بيقول لي انتر يور نيم. هبدأ ان انا اقول له مثلا احمد. بعد كده هيقول لي ويلكم احمد. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا؟ ويلكم احمد اتشبكت في بعض. تمام. طيب الحل ايه؟ ان احنا بنيجي في النص هنا بنكتب برنت. تمام. وبعد كده بنفتح اقواس ونبدأ ان احنا نحط طبعا علامتين تنصيص، ونبدأ ان احنا نحط مسافة كبيرة ما بينهم، ونبدأ ان احنا نعمل run. وبعد كده بننزل تحت هنا نكتب مثلا الاسم بتاعنا احمد وبندوس انتر. بعد كده بيطبع لي ويلكم احمد، بيشبكها في بعض. طيب ليه؟ هو حط لي المسافة دي بتاعت برنت هنا. تمام. فالحتة اللي احنا استخدمناها في الاول لو تفتكروا مش هتنفع هنا. احنا عايزين نحط المسافة ما بين ويلكم واحمد. تمام. تمام. فانا حبيت برضو ان انا اوضح لكم دي، وزي الحركة اللي احنا عملناها في فيديو الان ديزاين. وبرضو في ناس بعتت لي وغلطت فيها، يعني انا حاطط لك الغلط بالظبط اللي هيظهر معاك وانت برضو غلطت فيه. ما علينا. فاحنا عايزين هنا نعمل ايه؟ نسيب مسافة بين ويلكم وبين احمد. تمام. هنحط بس سبيس بعد ويلكم. تمام. ونبدأ ان احنا نعمل رن. وبعد كده هنكتب الاسم هنا احمد. تمام. هنا هيطلع لي ويلكم احمد بكل بساطة. فما تصعبوش البرمجة على نفسكم، هي سهلة. تمام. تمام. فنبدأ ان احنا نحذف كل ده، وعرفنا ازاي نطلب استقبال بيانات او نطلب قيم من المستخدم نفسه. تمام. طيب عندنا ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن نعمل حاجة بسيطة كده اسمها ان انت بتاخد رقمين وبتبدأ ان انت تجمعهم آلة حاسبة، بس على الهادي خالص. تمام. آلة حاسبة بسيطة. نقول له مثلا نمبر 1 يساوي input. تمام. زي ما طبعا عرفنا الدنيا ماشية ازاي. بعد كده بنحط له الرسالة بتاعته اللي احنا عايزينها تظهر ما بين دبل كوتيشن. ببدأ اقول له بليز. تمام. وبعد كده بنحط فاصلة enter first number. تمام. تمام. هل بنسيبها كده بس؟ لا، نبدأ نحط طبعا ايه النقطتين بتوعنا دول مهمين، هنعرف ليه. بعد كده هنسيب مسافة طبعا زي ما اتعلمنا. هناخد طبعا السطر ده كله كده كوبي بيست وننزله تحت. تمام. بعد كده بس هنعدل هنا هنكتب 2. بعد كده هنروح هنا هنكتب هنا second number بدل first number. تمام. واستخدموا الطريقة دي بتكون أسرع معاكم في كتابة الأكواد. تمام. هنا enter second number. طيب بعد كده هننزل سطر لتحت. أنا هنا عايز أخلي المستخدم يدخل عددين من القيم. تمام. تمام. يعني هو هيدخل الرقم الأول. تمام. بعد كده هيطلب منه ان هو يدخل الرقم التاني. طيب وماذا بعد؟ هنعمل ايه؟ تمام. هنقول له حاجه اسمها صم هي بتجمع. تمام. طيب هتجمع ايه مع ايه؟ هجمع القيمتين اللي دخلهم المستخدم. طب هتجمعهم على اساس ايه؟ برضو هتجمعهم ان دي القيم اللي اتحطت في المتغير اللي اسمه بعد كده هنكتب يساوي. تمام. عشان ما ننساش اللي اسمه ايه، اللي اسمه نمبر 1 زائد نمبر 2. تمام.
فانا اديت قيمه للصم برضو. الصم اللي انا بعبر عنها عن مجموع قيمتين. تمام، ممكن اكتب هنا المجموع على فكره بدل صم، مفيش مشاكل. تمام، ولكن هي صم بتكون اوضح بالنسبه لكم. تمام، يعني احنا احيانا بنعتبرها ان هي جزء من اللغه او كلمه محجوزه في اللغه. تمام. طيب، فانا كده اديته امر ان هو يجمع لي الرقم اللي دخله المستخدم اللي هو الاول، والرقم اللي دخله المستخدم اللي هو الرقم التاني. طيب، وماذا بعد؟ برضو البرنامج هيعمل ايه؟ البرنامج ما بيعملش حاجه من نفسه على فكره. بعد ما خد الرقمين وجمعهم، ماذا بعد؟ هو خدهم وجمعهم خلاص، وهو عارف الناتج. طب احنا عرفنا ايه؟ فبنبدا ان احنا نقول له خلاص طلع لي القيمتين اللي انت جمعتهم. طيب، ازاي؟ بقول له برنت. تمام، نفتح الاقواس بتاعتنا. طب هيبرنت ايه؟ هل هيبرنت نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا نمبر 1 ونمبر 2 ولا صم؟ لا، هيبرنت صم طبعا، لان صم هي كده كده خلاص، ما هي جمع النمبر 1 والنمبر 2. يعني صم قيمتها في قيمة جمع النمبر 1 والنمبر 2، وقيمة النمبر 1 المستخدم دخلها، وقيمة النمبر 2 المستخدم دخلها. تمام، فكده احنا فصلنا الموضوع. طيب، خلينا نشغل البرنامج البسيط بتاعنا ده. هنا بيقول له enter first number. هنبدأ ان احنا نتأكد ان احنا دايسين بالكليك تحت. هنبدأ ان احنا نقول له مثلا 100. تمام، هنا بيقول لي طب enter the second number. هبدأ ان انا اقول له مثلا 25. فهيبدأ ان هو يطبع لي حاجة غريبة. نبدأ نحل المشكلة دي ازاي؟ وهي مش مشكلة طبعا، لان الدالة بتاعت input هي الاساس بتاعها ان هي بتستقبل نص. تمام، فاحنا هنا بنعمل تحويل. تمام، يعني في الاول يا اما بنكتب له هنا int. تمام، يا اما بنكتب له float. تمام، ولكن بعديها بنحط اقواس، وناخد بالنا من الاقواس في الحتة دي لان هي مهمة. بصوا، عموما الدالة بتكون كده عشان بس الدنيا تكون واضحة معاكم. يعني انا ممكن اكتب هنا تمام int، وبعد كده اكتب بعديها اقواس. تمام، فهي الدالة اساسا قدامها قوسين، فهنا القوسين بتوع الانت المفروض هيكونوا قدامها، يعني هنا وهنا، عشان بس ما تحفظوش مكان الاقواس وخلاص. تمام، هنعمل نفس الموضوع تحت، نكتب انت، وبعد كده هنفتح الاقواس بتاعت انت مش بتاعت الانبوت. تمام، والكود هيشتغل معانا. تمام، يعني القوسين اللي لونهم اصفر، والحلو في بايثون ان الالوان فيها بتفصل لك الدنيا. القوسين بتوع الداله بتاعت انت هما القوسين الصفر اللي لمين الدنيا دي جواهم. تمام، طب القوسين بتوع الانبوت فين؟ اللي هما اللي باللون البيربل ده، او اللي هو البنفسجي. تمام. تمام، هنبدا ان احنا نقول له run enter first number. هنبدا نقول له مثلا 1. تمام، enter second number. هنقول له مثلا 4. هيروح مطلع لي 5، مش هيطلع لي 14. تمام، او هيطلع لي الواحد جنب الاربعة. طب مثلا لو انا جيت قلت له هنا run، ورحت حاولت ان انا اكتب له احمد، تمام، هيقول لي غلط. ليه غلط؟ لان انت اساسا جاي لي ان دي integer مش string. تمام، ولكن في العادي في الاول كان بيقبلها ان هي string عادي. تمام، هنبدأ نتكلم على الدالة اللي اسمها redundant، ودي طبعا بتطلع رقم عشوائي ما بين رقمين انت بتحددهم. تمام، طيب خلينا نبدأ نكتب بالطريقة الأولى ليها اللي احنا بنكتب فيها import. تمام، بعد كده بنكتب هنا random. تمام، بننزل سطر تاني وبنقول له احنا عايزين نعمل print. بنفتح الأقواس بتاعت print زي ما اتعودنا، وبعد كده بنكتب random. تمام، بعد كده بنحط طبعا الفول ستوب، وبعد كده بنكتب راندنت. تمام، وبعد كده بنكتب، دي اسهل طريقة ليها ودي الطريقة اللي انا بفضلها، 1 ل 1000. تمام، او الرقم اللي انت عايزه. طبعا بنروح نعمل رن، بيطلع لنا الرقم مثلا 734. لو عملنا رن تاني 360، ويفضل يطلع ارقام عشوائية. تمام، ما بين الرقم 1 و1000. طب هل ليها طريقة تاني للكتابة؟ ليها طريقة تاني في الكتابة، بنكتب from. تمام، بعد كده random، بعد كده بنكتب import، بعد كده بنكتب random. تمام، وبعد كده بننزل نكتب print. تمام، بعد print بنفتح الأقواس بتاعتنا، وبعد كده بنكتب random، بعد كده بنحط الأرقام اللي احنا عايزينها. تمام، ودي سهلة برضو
يعني انا حسيت ان هي سهله لما كتبتها دلوقتي. بنكتب مثلا من 1 ل1000 زي ما كنا، بيبدأ ان هو برضو يطبع لي الناتج بتاعي من 1 ل1000. لو انا كتبت الكود بتاعي بالشكل ده، تمام، وهنا طبعا الباك سلاش وحرف التي، دول معناهم خاصية اسمها تاب، ودي بتسيب طبعا مسافة ما بين يعني هنا بين از وبين احمد هتطلع فيه مسافة طويلة، زي اللي احنا عملناها مثلا الباك سلاش والان اللي هي بتسيب سطرين. وطبعا يعني دي اللي احنا بنسميها طبعا ايه احرف الهروب، ولكن دي مش اللي تتعمل بشكل عملي في فيديو، تمام، لان هي سهلة. احنا هنتكلم عن السلايسنج او تقطيع السلسلة النصية. ولكن كمثال خلينا نشوف طبعا ده هتطلع لنا ناتج ايه. ثابت طبعا مسافة، دي بنستخدمها طبعا عشان لو حابين نفصل ما بين يعني مثلا نفصل ما بين حاجة وحاجة، تمام، وتكون على طلع النتيجة في نفس السطر زي كده، تمام. هي دي اللي كانت مهمة شوية، فعشان كده شرحتها. طيب سريعا قبل ما نبدأ في السلايسنج او تقطيع السلاسل النصية، انا عندي لازم احول اللغة بتاعتي لانجلش يونايتد ستيتس، تمام، عشان يبدأ ان هو ما يكونش فيه اي مشاكل في استخدام الرموز معاكم، تمام. كان المفروض اقول لكم ده من الاول، ولكن بالنسبة للي بتظهر معاه مشاكل في الكتابة او الكتابة ما بتكونش مريحة بالنسبة له. طيب هبدأ ان انا اعمل سلسلة نصية. هنكتب نيم، بعد كده يساوي، بعد كده الكوتيشن مارك، بعد كده احمد، تمام، بعد كده نكتب مثلا احمد الجرحي جلال، تمام. بعد كده بعد ما ادينا قيمة نيم هنبدأ نقول له برنت، تمام. بعد كده الاقواس بتاعت برنت، بعد كده هنكتب نيم. بعد كده هل هيطبع النيم بس؟ لا، ده هو هيطبع لي حاجة تاني، تمام. هيطبع لي مثلا 8، تمام، او خلينا هيطبع لي 5، هقول لكم ليه. فانا بعملت هنا عملت ران عادي، فما طبعش حاجة، طبع مسافة فاضية، تمام، طبع مسافة فاضية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في السلايسنج انت بتعرفه ان في سلسله نصيه. طب انت عايز تبرنت ايه من السلسله النصيه؟ عايز تبرنت رقم اسمه 5. طب ال5 دي بتعبر عن ايه بالنسبه للنيم؟ بتعبر عن ترتيب الرقم او الحرف بالنسبه للنيم، او الرقم او الحرف اللي محطوط في السلسله النصيه اللي اسمها نيم، تمام. طب ال5 هنا بتعبر عن ايه؟ هنبدا نعد من صفر عشان نكون متفقين، تمام. طالما احنا مش بنعد بالسالب، فاحنا بنبدا نعد من صفر. فالاي هو هيكون الصفر، الاتش هيكون 1، الام هيكون 2، الاي هتكون 3، الدي هتكون 4، المسافة هتكون 5، فهو طبعا مسافة عشان كده طبعا مكان فاضي، تمام. طب انا مثلا لو معنى كده ان انا لو كتبت 6 هيطبع لي حرف الاي، هنشوف طبع لي طبعا حرف الاي. طب معنى كده برضو ان انا لو كتبت 7 هيطبع لي حرف ال، طبع لي حرف ال، تمام. تمام، ففهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي. طب لو انا مثلا كتبت له -1، المفروض يطبع لي ايه؟ هنعرف. هيطبع لي حرف ال، ولكن ال دي اللي هي بتاعت جلال اللي في الاخر، تمام. ليه؟ لان في السالب من نهاية السلسلة، تمام، بنبدأ على طول ب1، يعني ده -1. طب معنى كده ان انا لو كتبت -2 هيظهر لي حرف الايه المفروض، تمام، ظهر لي حرف الايه. فده كده ببساطة المثال بتاعنا. طيب نفترض مثلا انا قلت له اطبع لي من 7 إلى 6، تمام، وبدأت ان انا اعمل رن. هيطلع لي هنا هو سواق العربية ده ما يجيش يضرب كلاكس الا يوم ما انا صورت فيديو، ولا عمري سمعته. المهم، طبعا انا كتبت هنا من 7 إلى 6 فطلع لي المسافة فاضية، لان هنا ده عكس، ما ينفعش، تمام. طالما انت عكست كتبت الرقم الكبير الاول بعد كده الصغير، فهيطبع لك فراغ، تمام، هيطبع لك مش هيطبع حاجة عموما، تمام. طب لو خليتها من 6 إلى مثلا 8، وعملت او خليها من 6 ل7 بالظبط زي المثال اللي احنا كنا عاملينه ولكن بالعكس، وعملت رن، هيبدأ طبعا يطبع لي حرف الاي، تمام. طبعا احنا مش هنعده خلاص، احنا اتعلمنا العد بيكون ازاي، تمام. مثلا لو عملنا من -5، تمام، الى -2، واحنا طبعا عرفنا خلاص المشكلة بتكون فين، وعملنا رن، هيطبع لي جلال، تمام. طيب خلينا مثلا نطبع مثلا احمد، تمام، يعني احمد بتبدأ من 0 إلى قلنا كام مثلا؟ خلينا لحد 5، من 0 ل5، وعملنا رن، هيطبع لي احمد، تمام. تمام. طيب فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ فهمنا. طيب احنا عندنا حاجة تاني ممكن برضو نستخدمها. ممكن نعمل كده ونكتب له مثلا 10، تمام،
فهيبدأ ان هو هنا هيعمل ايه؟ هنشوف. هنعمل رن، هيطبع لي احمد. تمام، هو هنا طالما انا بدأت فاضي فهو هيبدأ يعد من اوله، تمام، اللي هو 0 لحد 10. تمام، ال10 هنا عندي اللي هو حرف الايه. طب لو زودنا عليه 3 هيطبع لي المفروض الاسم كامل، فخلينا نكتب 13 وهنخليه يطبع لنا احمد الجرحي بس. تمام، طبع لنا احمد الجرحي. طيب لو عكسناها، لو قلنا له مثلا 5، بعد كده مش هنحط حاجة طبعا، هنسيب الموضوع مفتوح. هيبدأ ان هو يطبع لي من 5 اللي احنا قلنا ان هي نهايتها عند ال5، كانت طبعا نهاية احمد عند الدي. تمام، هيبدأ يعد من بعد الدي للنهاية. تمام. تمام، فكده الموضوع ده برضو واضح بالنسبة لكم. طيب خلينا مثلا نفترض ان احنا كتبنا سالب مثلا -7، وبعد كده سيبنا الموضوع مفتوح. تمام، هيروح هو هنا يعمل لي من حرف الواي، تمام، لجلال. تمام. طيب لو رحنا كمان عملنا مثلا، خلينا نفترض ان انا ما كتبتش رقم خالص. تمام، هنشوف هيطبع ايه. ورحنا قلنا له اطبع، هيطبعها لي كامله، لان هو هياخد هنا من الاول للاخر. تمام، ده الديفولت بتاعه. طيب هنبدا نتكلم عن شويه دوال كده زي ما انا قلت لكم من شويه، اللي هي دوال ليها علاقه بالنصوص. تمام، لو كتبت هنا نيم، بعد كده ادينا له قيمه. تمام، كتبنا مثلا احمد الجرحي. تمام، بعد كده قلنا له برنت. تمام، ولكن احنا عايزين نبدا نستخدم بقى الايه، الدوال بتاعتنا. هنكتب نيم، تمام، اللي احنا ادينا لها قيمه، بعد كده دوت ابر. تمام، ايه اللي هيحصل؟ لازم طبعا تحط الاقواس بتاعت الداله. ايه اللي هيحصل عندي؟ ان هو هيطبعها لي كابيتال. تمام. طيب لو جيت هنا رحت كاتب مثلا لور، تمام، وحطيت طبعا الاقواس بتاعت الداله، هيطبعها لي سمول. طيب لو جيت هنا برضو كتبت سوايب كيس، تمام، طبعا ايه اللي بيحصل؟ بس قبل ما نكتبها دي، بتقوم بارجاع نسخة من السلسلة النصية كل حروفها مقلوبة من الاحرف الكبيرة الى الاحرف الصغيرة. تمام، فهي يعني ملهاش لازمة. تمام، ولكن خلينا نجربها برضو عشان نكون ايه، برضو كتبنا كل الدوال اللي عندنا. تمام، هو كملها لي. احسن حاجه في الدوال ان هو بيكملها لوحده، ولكن انت لازم تبقى عارف استخدامها. يعني انت لو كاتب سمول هيكتب لك كابيتال، انت لو كاتب كابيتال هيكتب لك سمول، يعني بيعكس اللي انت كاتبه. تمام. تمام، رحنا بعد كده على حاجه اسمها كابيتالايز. تمام، اللي هي طبعا بتبدا تخلي لك الحروف بتاعتك كابيتال. تمام، او مش الحروف كابيتال، بتخلي اول حرف بس اللي كابيتال. تمام. تمام. طيب عندي حاجه تاني برضو اللي هي تايتل. تمام، طب تايتل بتعمل ايه؟ تايتل هنا بتقوم بارجاع النسخه من السلسله النصيه اول حرف من كل كلمه فيها كابيتال، ولكن كابيتالايز بتكون ايه، اول حرف بس كابيتال، ولكن تايتل اول حرف من كل كلمه كابيتال. تمام. تمام. طيب عندي برضو داله تاني، ولكن دي مش بنكتبها هنا، دي بنرجع ورا المتغير بتاعي وبكتبها. بكتب لين، تمام، وبعد كده بحط طبعا قوس على المتغير بتاعي، وبنكتب طبعا القوس من بره تاني. تمام. تمام، يعني ده القوس بتاع برنت الاصفر، وهنا لين دي طبعا القوس بتاعها من جوه. نبدا ان احنا نعمل رن 13. طيب عندنا حاجه تاني اسمها سبليت. تمام، بنبدا برضو ان احنا نقطع عند حته معينه. يعني ايه؟ يعني انا بكتب هنا طبعا في بين الاقواس بتاعت برنت، بنرجع نكتب نيم عادي. تمام، وبعد كده بنكتب دوت سبليت، بعد كده بنكتب القوسين بتوع الدالة، وبنكتب احنا هنسبليت منين، بين كوتيشن مارك هنكتب مثلا حرف الجي. يبدأ ان هو ايه، يقطع لك حرف الجي من السلسلة النصية بتاعتك وهو بيطلعها لك. تمام. تمام. طيب احنا كده هنبدأ نتابع السلاسل النصية. عندي دالة تاني اسمها is lower. تمام، نفس النيم اللي احنا كاتبينه، بنكتب هنا is lower، وبعدين بنحط طبعا الاقواس بتاعت الدالة. تمام، انا بحاول اشرح بسرعه. انت انا بتقول له هل هي حروف صغيره؟ تمام، هيقول لك ترو، دي حروف صغيره.
طب مثلا احنا عايزين مثلا نقول is upper، تمام، وبعد كده بنعمل run. هنا بيقول لي طبعا في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا ما كتبتش الاقواس بتاعه الداله، فلازم تفتكروا الموضوع ده. تمام. بيقول لي false لان الحروف طبعا small مش capital. تمام. فابر يعني capital، عشان بس نختصر على بعض الموضوع ده. عندي برضو حاجه تاني، داله اسمها is alpha. تمام. يعني ايه is alpha؟ هنعرف دلوقتي. is alpha، تمام. بعد كده نحط الاقواس بتاعه الداله برضو ما ننساش. هنا بيقول لي طباعه false لما الحروف اللي عندي ما يكونش فيها حروف او ارقام او علامات خاصه. تمام. هو هنا طبع لي فولس لان انا عندي مسافه. تمام. طب لو شلنا المسافه وعملنا رن، تمام، هيطبع لي ترو. فالترو دي بتصنف ضمن العلامات الخاصه. تمام. يعني هنا بيقول لك لو حروف بس اطبع ترو، لو غير كده، لو في اي رمز غريب غير كده اطبع لي ايه؟ اطبع لي فولس. تمام. تمام. طيب انا عندي برضو دالة تاني اسمها طبعا is numeric. تمام. بنبدأ طبعا نختارها من الدوال اللي هنا ونبدأ نفتح الأقواس بتاعتنا تاني. هنا بيقول لك الدالة دي بنستخدمها لمعرفة ما إذا كانت السلسلة النصية تحتوي على رقم أو مجموعة أرقام فقط أم لا. تمام. فبنبدأ إن احنا نغير بقى في السلسلة النصية بتاعتنا، ونبدأ إن احنا مثلا إيه، نحط مثلا رقم. تمام. ونبدأ إن احنا نعمل له run. فهنا بيقول لي false، تمام، لأن دي مش سلسلة نصية. تمام. طب خلينا نكتب مثلا أي شوية أرقام كده، نبدأ إن احنا نعمل له run. هيديني true لأن دي طبعا تعتبر مجموعة أرقام. تمام. مجموعة أرقام بس. يعني أنا لو جيت ورحت كاتب مثلا حرف إيه في النص، فأنا كده إيه، يعني خلاص أنا بوظت كده الدالة. تمام. أو ما بوظتهاش، يعني مش هتطلع لي إيه، مش هتطلع نتيجة. تمام. نرجع نكتب أحمد تاني، وبعد كده نكتب هنا الجرحي على المثال بتاعنا. تمام. وعندي دالة تاني هنا بستخدمها في فكرة إن أنا لو عايز أعرف لو السلسلة النصية بتحتوي على حروف أبجدية فقط أو أرقام فقط، أو حروف أبجدية فقط وأرقام. تمام. نبدأ إن احنا طبعا نعمل أقواس الدالة، وبعد كده بنعمل رن وبنشوف النتيجة اللي تطلع لنا. طلعت فولس طبعا زي ما عرفنا استخدامها. تمام. طيب عندي حاجة تاني اسمها is space. تمام. is space طبعا من اسمها كده space. تمام. ونحط طبعا الأقواس بتاعة الدالة. بتقول لك هنا تستخدم لمعرفة لو في وايت سبيس أو مسافات. هنا المفروض يديني فولس. تمام. ليه اداني فولس؟ لأن أنا كنت بتكلم إن هي بتطلع فولس لو عندي السلسلة النصية تحتوي على مسافة فارغة أو عدد مسافات فارغة فقط أو لأ. يعني أنا لو رحت مثلا عملت كده، تمام، ورحت حطيت مسافات كده، رحت عامل رن، هيطلع لي ترو. لكن لو كتبت حرفين مثلا هيطلع لي فولس، لان دي مش مسافات فارغة فقط. تمام. تمام. هنبدأ ان احنا نكتب المثال بتاعنا تاني، ونبدأ ان احنا نشوف باقي الدوال اللي عندنا. في دالة تاني اسمها start with. يعني ايه start with؟ يعني انا بستخدم الدالة دي، تمام، ونحط الاقواس بتاعتها، ونبدأ نكتب في الاقواس ان بنستخدمها يعني لمعرفة ما إذا كانت السلسلة النصية تبدأ بنص معين أم لأ. تمام. ترجع true لو ده حصل فعلا، غير كده هترجع false. طب أنا لو عندي مثلا الجملة بتاعت أحمد أو الاسم بتاع أحمد الجرحي، تمام، وبدأت إن أنا أحدد مثلا مثلا بدأت إن أنا أحدد أحمد، تمام، المفروض يديني true. تمام. فاداني true لأن هو هنا بيبدأ بنص. طب لو أنا مثلا رحت كاتب واحد، رحت هيديني فولس لان احمد هنا وراها واحد. تمام. تمام. فدي بالنسبة ل start with. طيب بالنسبة ل end with نفس الموضوع بس في الاخر. تمام. طيب هنبدأ نتكلم على replace، ودي طبعا دالة تاني بنستخدمها في ان احنا بنبدل كلمة بكلمة. تمام. بعد كده بنكتب الاقواس بتاعتنا وبنريبليس كلمة بكلمة. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا هنا في السلسلة النصية انا كاتب مثلا احمد، تمام، عايز اروح هنا
في الريبليس تمام بنحط الكوتيشن مارك، بنكتب مثلا احمد، بعد كده بنتاكد طبعا ان احنا كاتبينها صح بالظبط، بعد كده بنحط كوما تمام، بعد كده بنحط كوتيشن مارك تاني، ممكن نكتب مثلا عمر تمام، وبعد كده بنعمل رن، هنا هيبدل احمد بعمر تمام. تمام فدي بالنسبة لريبليس. طيب في كاونت، كاونت طبعا من اسمها فهي بتعد. طيب كاونت بتعد ايه؟ بتعد تكرار حرف معين في الكلمة بتاعتي تمام. بنحط طبعا الاقواس بتاعت الدالة، وبنحط طبعا هنا حرف مثلا الايه المفروض ان هو متكرر مرتين في الاسم اللي عندي، وهو فعلا ظهر لي 2 يعني متكرر مرتين تمام. طيب بنبدأ ان احنا نستخدم دالة تاني واللي هي طبعا find تمام. بنكتب find، بعد كده بنكتب الاقواس بتاعتنا، بعد كده بنكتب مثلا حرف الايه تمام. او find عموما بنستخدمها اذا تم ايجاد النص او اللي انت بتبحث عنه، بترجع رقم الخانة اللي بتحتوي عليه تمام. يعني مثلا حرف الايه تمام، او خلينا مثلا في حرف الواي تمام عشان يطلع لنا المثال بالظبط. وهنا حطيت طبعا حرف الواي بين كوتيشن مارك عشان يطلع نص مظبوط. رحت عامل هنا طلع 12 واللي هو طبعا 12 في الاخر تمام. دي بالنسبة لفايند. طيب عندي ممكن نتكلم في ايه تاني في العامل if تمام، او خلينا مثلا نتكلم في زائد تمام. يعني مثلا هنكتب جملة مختلفة، هنكتب مثلا str1 يساوي مثلا احمد تمام، بعد كده هنكتب str2 يساوي مثلا خلينا مثلا في احمد 2 تمام. تمام طيب عندي ايه هنا؟ هعمل برنت، بعد كده هفتح الاقواس بتاعتي، بعد كده هكتب str1 زائد، وهحط مسافة، وهكتب هنا زائد تاني، وهكتب هنا str2، فالمفروض ان هو يطبع لي مسافة ما بينهم تمام. طبع لي مسافة ما بين احمد واحمد 2. هنبدأ نتكلم عن القوائم او الليستس، وهنبدأ نكتب عندنا قائمة باسم الفواكه او فروتس تمام. طيب انا عندي ال القائمة دي هنضيف فيها ايه؟ هنضيف فيها فواكه اكيد تمام. فهنبدأ ان احنا نقول له تساوي القائمة دي فيها، وبعد كده هنكتب طبعا هنحط الاقواس بتاعتنا تمام. وبعد كده هنكتب مثلا هنحط طبعا ابل تمام. بعد كده هنطلع نحط فاصلة، ودي الطريقة اللي احنا بنكتب بيها تمام. بعد كده ممكن نكتب بنانا تمام، بعد كده نطلع نحط فاصلة، وخليها كده خليها من 2 بس تمام. طيب دي بالنسبة للقائمة بتاعتي. انا لو جيت هنا قلت له مثلا print، وفتحت الاقواس بتاعت print، قلت له هنا fruits تمام، وبعد كده عملنا له run، هيبدأ يطبع لي القائمة بتاعتي من غير اي مشاكل تمام. طيب احنا عايزين نعمل حاجة اعلى من كده، او نضيف على القائمة من غير ما نبدأ ان احنا نضيف بالطريقة اليدوية. بنعمل ايه؟ نقول هنا fruits تمام، عايزين نعمل عليها تغيير دوت append، بعد كده بنحط الاقواس بتاعة الدالة بتاعتنا، نبدأ ان احنا نضيف العنصر اللي احنا عايزين نضيفه تمام. هنضيف مثلا orange تمام. هنبدأ ان احنا طبعا بعد ما ضفنا اورنج او لسه ما كتبناهاش تمام، اورنج اخرها ايه تمام كده. بعد كده بنبدأ ان احنا ننزل ونبدأ ان احنا نعمل برنت لفروتس تمام بعد الاضافة طبعا تمام. هنبدأ ان احنا نعمل رن، هيبدأ ان هو يضيف لي اورنج. طيب لو انا غيرت ابنت وخليتها دالة تاني، اللي هي ايه؟ اللي هي انا عندي
ابند للاضافه. لو حبيت اعمل ريموف، تمام، ممكن نكتب هنا ريموف اورنج ونعمل برنت. هيقول لي ان في مشكله. ايه هي المشكله؟ ان هنا انت المفروض ما تكتبش بالشكل ده. ليه؟ لان اورنج احنا مش ضايفينها في ضمن ال، يعني هو هنا بيبدأ ان هو ايه، يطبق السطر الاول، بعد كده السطر التاني هيريموف اورنج منين؟ ما هي اورنج مش متضافه هنا. فهنبدأ ان احنا نضيف اورنج فوق. تمام، تمام كده، ونبدأ ان احنا نحط الفاصلة في النص، ونبدأ ان احنا نقول له ريموف اورنج زي ما انت، مفيش اي مشاكل. تمام، هينزلها لي من غير اورنج. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ هنبدا ان احنا نتكلم عن اهم جزئيه في الفيديو، وهي طبعا اف والشرط او الجمل الشرطيه. طبعا بكتب متغير وبديله قيمه. تمام، بنكتب طبعا القيمه دي هتكون رقميه. تمام، بعد كده بنحط الاقواس بتاعه انت، بعد كده بنكتب انبوت، بعد كده بنحط الاقواس بتاعه الانبوت، بعد كده بنعرف المستخدم هي انبوت ايه. بنقول له مثلا enter the number. تمام، بعد كده بننزل سطر وبنبدأ نقول له قاعدة اف. بقول له اف نمبر، النمبر اللي هو طبعا المستخدم دخله، اكبر من، بنحول طبعا عربي بنكتب اكبر من. تمام، صفر، هو اكبر من صفر، اي رقم اكبر من صفر اكيد يعني هيكون موجب. تمام، هننزل نعمل برنت ونفتح الاقواس بتاعتنا ونكتب مثلا بوزيتيف. تمام، بين كوتيشن مارك بوزيتيف. تمام، طيب عندنا حاجة تاني هنا اسمها ELF. تمام، على ما اعتقد النطق صح كده. بنكتب نمبر وبعد كده بنكتب اصغر من صفر، بعد كده بنحط النقطتين وبعد كده بنكتب برنت. تمام، وبعد كده بنفتح الاقواس بتاعتنا وبنكتب هنا نيجاتيف. تمام كده، بعد كده بننزل خطوة تاني وبنعمل else، لان خلاص احنا كده يعتبر طلعنا من اف، لان كل ده على بعضيه اسمه بلوك او كود بلوك. تمام، اسمه كود بلوك. تمام، فهنا المسافة دي برضو من ضمن الكود بلوك بتاعنا، حتى هو بيحددها من المسافة دي. طيب else بنيجي بعدها ونعمل نقطتين كده وبنقول له الامر بتاعنا خلاص لو كده اطلع اعمل برنت لمثلا، لو هو مش موجب او سالب يعني هيكون زيرو. تمام، تمام، فاحنا بنبدأ نعمل run وهنا بيقول لي enter the number. هنقول له مثلا، تمام، نتأكد ان احنا بنكتب تحت، هنقول له مثلا زيرو وهنعمل انتر، هيقول لي ان هو زيرو. هنبدأ نخليه يطلب رقم تاني، هنكتب 9 هيقول لي بوزيتيف. هنبدأ ان احنا نعمل ران تاني ونكتب -1 هيقول لي ان هو نيجاتيف، وكتبنا زيرو طلعنا زيرو. فاحنا كده حققنا كل الشروط. هنبدأ ان احنا نتكلم في يعتبر الحاجة اللي قبل الأخيرة. تمام، اللي هي طبعا هنخلي الرقم يظهر لنا إذا كان زوجي أو فردي. تمام، طيب هنقول مثلا نمبر، والمرة دي هنكتب على طول ان هو يساوي 7. تمام، هنكتب اف نمبر، يعني احنا خلاص طلبنا مرة من المستخدم فاحنا نعملها زي الاول. لو النمبر ده بيقبل الجسم على 2 وهنقارنه هل هيتبقى صفر ولا لا. تمام، بنبدأ نقول له هنا طبعا بننساش طبعا النقطتين. تمام، نبدأ نقول له برنت ان الرقم هنا المفروض لو جيب لي جسم على 2 فالمفروض يكون زوجي. تمام، تمام، طيب دي زوجي بالانجليزي. تمام، طيب عندنا لو كتبنا else على طول، لان احنا عندنا هنا بنتكلم بين اختيارين، وكتبنا هنا نمبر وبعد كده كتبنا، او على طول else print لو غير كده، لان هو لو مش زوجي هيكون فردي. فاهمني؟ هنكتب هنا على طول
او دي في الاغلب كانت دي يعني فردي. تمام. هنبدا ان احنا نعمل رن سريعا للكود بتاعنا. تمام. هيبدا ان هو طبعا يقول لي ان الرقم فردي. طب لو غيرنا الرقم اللي فوق خليناه 8، هيبدا على طول يديني ان الرقم زوجي. فدي ببساطه وباختصار قاعده اف يعتبر بشكل كامل. هنبدا ان احنا نتكلم في التكرار، وكده يكون خلص فيديو النهارده. هنبدأ ان احنا نتكلم سريعا كده في التكرار باستخدام فور. بنكتب فور. تمام. بعد كده بنكتب اي، بنكتب ان، بعد كده بنكتب رينج، وبعد كده بنفتح الاقواس بتاعتنا. نبدأ نكتب مثلا 1 إلى 6. تمام. نبدأ نحط النقطتين بتوعنا في الاخر. بعد كده بقول له برنت، وبنفتح الاقواس بتاعت برنت ونكتب اي. بعد كده بنقول له هنا run، بيطلع لي من 1 ل6. تمام. هنبدأ نكتب طبعا كود باستخدام وايل، وده طبعا آخر كود عندنا. بنبدأ نكتب i يساوي مثلا ممكن نقول 1. تمام. عشان يعد طبعا من 1. بعد كده هنبدأ نقول له وايل i، وهنكتب بعد كده أصغر من أو يساوي. تمام. نحول اللغة 5. تمام. بعد كده هنحط طبعا نقطتين ما ننساهمش. بعد كده هنكتب برنت بين قوسين اي. تمام. بعد كده هنقول له اي يساوي اي زائد 1. تمام. فبكل بساطة لو دوسنا رن، طبعا هيطلع لي من 1 لحد 5. طب لو قلنا مثلا ان طول ما هي اصغر من 1000، فهيبدأ يعد معايا لحد 1000. تمام. عشان يكون برضو الموضوع واضح بالنسبة لكم. طب لو قلت مثلا 10000، هيبدأ يعد معايا لحد 10000، ويفضل يعد تحت لحد 10000. طيب، فده كان بالنسبة لوايل. كده نقدر نقول ان احنا خلصنا فيديو النهاردة، وكان فيديو طويل جدا على ما اعتقد. مش عارف مدته هتكون وصلت كام، لان انا مصوره على فقرات من 8 الصبح حتى الساعة 9 بالليل وانا بصوره. فقدروا تعبي ده بلايك واشتراك في القناة، ودعوة حلوة كده عدي الفترة دي على خير، والسلام عليكم.